السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المتتبعين ديال القناة دار المحترف، اليوم جبت لكم واحد الديكور اللي ساهل وبسيط، ديكور ديال خيال أو فيروز أو دياماند، المهم جميع الشركات عندهم هاد الديكور، راه معروف في المغرب. هاد الديكور هذا لحتو في الريلز وشافوه المتتبعين ديالي وقال لك بغينا تعطينا شي حلقة على هاد الديكور هذا وكيفية الاستعمال ديالو، شي طريقة اللي تكون سهلة. اليوم جبت لكم طريقة سهلة ومبسطة في متناول الجميع، بغيتكم تشوفوا هاد الفيديو هذا وتستافدوا. نتوما عارفين دائما كنقدم لكم فيديوهات ديال الاستفاده، يعني فيديوهات اللي كيكونوا تعليميين. المهم ما تبخلوش على الاخوان لي لايك ديالكم، لي جيم، اللي مازال ما تابونش تابونا مع القناه. دائما راه كنلوحوا شي حاجه زوينه وجديده. المهم تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكونوا استفدتوا وخرجتوا بواحد النتيجه مرضيه. يلا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. الاخوان، اول حاجه كنحتاجوها في هذا الديكور هذا وهو طالوش بلاستيكي وبلانا حتى هي كتكون بلاستيك. بالنسبه لهاد الطالوش هذا البلاستيكي هذا الموس كناخذو جديد كنحكو ليه هاد الجناب هادو، ضروري نحكهم بالكارطه 180 باش ما يجرحش لينا وحنا خدامين به. اول حاجه كنديروها كنبونسيو الحائط ديالنا غير بهاد البلاستيك هادي، يعني بلا ما نحكوه بكاعيط باش ما يعطيناش الغبره. كنحيدو غير لي غران ديال صباغه الكاواتشو. من بعد كنجيبو الديكور ديالنا اللي هو هذا. بالنسبه لهاد الديكور الاخوان، هاد اللون اللي غتشوفوا معايا دابا، هاد اللون كيتانتا غير بلاتانت كريم، لاتانت كريم فقط. كتزيد واحد شويه لاتانت كريم كتعطيك هاد اللون هذا، يعني كتكون هي في اللون ديالها، ولا بغيتيها تخرج بهاد اللون هذا كتزيدها غير لاتانت كريم. كما كتشوفوا معنا الطريقه ديال الكوش الاول دائما الاخوان كدوزها عشوائيه، يعني كما دوزتيها راه كتجي مزيانه. المهم كدوزها بالبلاستيك ماشي بالرولو. هاد الطريقه اللي غتشوفوا معنا في هاد الفيديو هذا الخدمه ديالها كامله غادا دوز بالبلاستيكه، يعني بالموس بلاستيك فوق الطالوش، يعني ما غنستعملوش الرولو هنايا، لان هاد الخدمه هادي ماشي ديال الرولو. خدمه الرولو راه بوحدها، يعني ملي كتكون باغي دير غير ضرب مثلا عشوائي ضرب عادي يمكن لك انك دير رولو، يعني في الكوش الثاني ماشي في الكوش الاول. الكوش الاول دائما خاصو يدوز بالموس، ما يدوش بالرولو باش ما تبقاش ديك الحروشيه ديال الديكور ديالنا. اللي كنحتاجو في هذا الشكل هذا اللي غنخدم دابا هو هذا الطالوش هذا. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيكون، لاحظوا معايا الشكل ديالو كيكون دائر من هنا، يعني مثلث، ماشي بحال هذا مسطح، يعني هذا ما يخدمش. فهمتوني؟ هذا عقلوا عليه، طالوش كيكون على شكل مثلث. طبيعة الحال هذه راه معروفة، كتباع عند الدروي، كدير 20 درهم 300 ريال، المهم على حسب كل منطقة وشحال كيحسبوها. هذا الشكل الاخوان راه من طلب المتتبعين ديالي، هما اللي طلبوا مني انني نخدم لهم هذا الشكل هذا ونشرحوا لهم بالتفصيل الممل. اول حاجه هذا الديكور تيبدا من التحت، يعني كتبدا فوسيكير، ما محتاج دير سكوتش ولا سميتو، يعني كتبدا فوسيكير وكتم غير. الحاجه المهمه في هذا الديكور هذا اللي غتشوفوا معايا دابا، اللي مهمه في الديكور هذا وهو الطريقه ديال العمل. هذا هو الشرح اللي بغيت نوضح لكم انا، كيفاش كيجي الشكل رخامي وما كيبانوش فيه دوك الضرابي، يعني الزواقه مخربقه. لاحظوا معايا دائما كنبدا فوسيكير على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. لاحظوا معايا الاخوان دائما كنليسي لتحت، دائما كنجر في اتجاه واحد. لاحظوا معايا دائما كتجر في اتجاه واحد، ما تحاولش انك تخربق الجره، يعني اتجاه واحد. لاحظوا معايا الا شفتوا راه ما كنرجعش بالخدمه عكس، دائما كنهبط في اتجاه واحد. الا رديتها عكس راه غادي تخربق الديكور، لان هذا الديكور هذا ديال
ديال فيروز او خيال او المهم جميع الشركات راه عندهم هذا الديكور هذا، لا داعي للاسماء. دائما كتبقى تليسي على هذا الشكل هذا، غيكون عندك بانو كبير. انا كنوريكم هنايا فيديو تعليمي، لاحظوا معايا كنبقى دائما كنليسي لتحت، كتليسي مزيان، كتشارجي، كتليسي الشارج ديالك مزيان باش ما تبقاش بلاصه خاويه وبلاصه عامره. لاحظوا معايا الاخوان، هذه راه مرحله مهمه كما كتشوفوا معنا. الشارج كيكون متساوي بالنسبه للسلعه، راني خففت شويه على الكوش الاول، في الكوش الاول ضربت قاصحه، الكوش الثاني راه خففت شويه، زدت واحد شويه الماء، يعني العبار ديال 2 كيلو ونص في الكوش الثاني تقدر تزيد واحد الكاس ديال الماء، كاس ديال العنبه، يعني كاس ديال الاتاي كتزيديه وكتحركها مزيان. لاحظوا معايا الاخوان الطريقه، فديكور ساهل، الا تبعتي الفيديو من الاول حتى الاخر غتفهم الشرح. لاحظوا معايا كنجي هنا اللقيه الفوقانيه وكندير عرق كبير، كنحاول انني نموج يدي، يعني ما نمشيش مقاد، حاول انك تموج يدك كما قلت لكم. لا شارجيتو على هذا الشكل، والعروقه والرماج كنديروا بالشكل العكس ديالها، يعني العكس ديال لا شارج اللي درت في الاول. مثلا شارجيتي على اليمين، الزواقه كديرها على اليسار وانت طالع. هاد الديكور هذا راه فيه عده اشكال، راه يمكن لك انك ديري فوسيكير، يمكن لك انك تخدمو طول يعني افقي من الفوق حتى لتحت، يمكن لك تخدمي باي طريقه، وراه كيجي ليس، يعني ما بين الرشمه والرشمه كدير تقريبا واحد 20 سنتيم ولا 25 سنتيم، كدير رشمه اخرى. لاحظوا معايا الاخوان، ملي كدير هاد الزواقات هادو كتحاول انك تشبك بيناتهم، يعني كتجي في الراس ديال البانو على الشكل هذا وكدير واحد التشبيكات. لاحظوا معايا كتجي هنا كتاخذ غير هاد المقيم هذا الفوقاني وكتخدم به ناعس باش ما يخليش لك خطوطه، كتجي وكدير بحال العريقات الوسط. لاحظوا معايا الاخوان، هذا هو الشكل الاخوان اللي بغيتكم تاخذوا به. هانتوما الاخوان، يعني ما بين عرق وعرق كندير عريقه، راه كيجي الشكل في الاخر هائل. من بعد ما كندير هاد العروقه هادو كنخليه يشرب واحد شويه، بين ما شرب واحد شويه وغندير عريقات صغيورين، يعني غنشبك بيناتهم بواحد العريقات صغيورين. دائما الاخوان كنكرر هاد الجمله، دائما كتمشي باتجاه واحد. الا شارجيتي على اليمين، الزواقه والرماج كديريه في اتجاه معاكس. مثلا هذا الرماج هذا الا جريته للجهه اخرى ما غاديش يبان. دابا ما بغيتش ما بغيتش نديرها في الفيديو، غادي نخربق الزواقه. يعني الا مثلا دوزت هذا العرق في اتجاه اللي شارجيت غادي نخربق هاد الزواقه هذه، ما غاداش تبقى تبان الزواقه كما هي. لاحظوا معايا، بعد ما كنخليها كتشرب شويه كندير عريقات رقاق حتى هما كيمشيو في نفس الاتجاه، نقدر ناخذهم من هنا، يعني انت دي السال اللي كيعجبك. لاحظوا معايا هاد الزواق هاد الصغيورين، هاد العروق الصغار حتى هما كيعطيو واحد المنظر رائع، كتبقى تلعب بهم كما بغيتي. انت كتشبك العروقه ديالك كيجي بحال شكل الرخام. لاحظوا معايا الاخوان، كنتمنى الشرح يكون متناول الجميع. سامحوا لينا الا كنا كنتعطلوا عليكم في الفيديو. لاحظوا معايا العريقات الصغار حتى هما كيعطيو واحد المنظر رائع. في الاخير ديال الفيديو غنوريكم الشكل ديالها في يعني مخدوم في بيت كامل، وغتشوفوا معنا الشكل كيفاش كيجي. انت والحريه ديالك على حسب، بغيتي تكثر من العلاقات كثر منه، بغيتي تخلي داكشي خفيف راه يمكن لك تخليه خفيف.
لاحظوا معايا الشكل. الا تبعتي على هذه الطريقه هذه راه ما كيهربش لك الرمج، يعني كيتم غادي عندك الخدمه كما ينبغي. لاحظوا معايا دابا الاخوان، غادي نخدم لكم على هاد الملاقيه هذه. لاحظوا معايا نخدم لكم على هاد الملاقيه هذه. هاد الملاقيه هذه كيفاش انك تجبد فوق من العرق الاخر. بالنسبه لهاد الخدمه هذه راه ما كاينش تخدمها غير بوحدك، مثلا الا كنتي بوحدك غتخدمها، راه يعني راه ما كيبانش فيها اللقيه ولا. من هاد اللقيه هذه كنجي وكندير رمج، كندير الشارج ديالي على هاد الشكل هذا، كنجي فوق منها يعني في الخط. لاحظوا معايا كنشارجي عادي جدا. بالنسبه لهاد القناتيه التحليليه راه كتمشي عليها، كتبط عليها بهذا الشكل هذا. هو في الاول راه غيجيكم صعيب، ولكن راه غير تخدم به واحد 2 مرات ولا 3 راه غيجيك ساهل. كما قلت لكم دائما كتمشي باتجاه واحد. يعني كتمشي باتجاه واحد. شوفوا معنا الاخوان، لاحظوا معايا. كنتمنى الشرح يكون مفيد. شاهدوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تقدروا تفهموا هاد الزواقه هذه. انا جيت ندير لكم فيديو مزروب ما تستافد والو، انت اللي خاسر. انا كنبغي نشرح لكم داكشي، المنظومه اللي كنخدم بها كنبغي نشرحها لكم. لاحظوا معايا ضروري كتليسي مزيان، ضروري كتليسي مزيان. دائما اتجاه واحد، دائما كنمشي باتجاه واحد. لاحظوا معايا راه ما كان يعني راه ما كنرجعش، كنليسي دائما في اتجاه واحد. دابا كاين شي بلاصه باقا خاويه كنعاود نشارجيها. شارجي البانو ديالك ما تخافش منه، يعني كتبغى دي شيرادات. كاين اللي غايقول لك هذا غير بانو صغير، راه غنوريها لكم خدمتها في بيت وغادي تشوفوها يعني في مساحه كبيره. وكما قلت لكم راه غيجيك صعيب شويه في الاول، ولكن راه اين فوا تخدم به واحد 2 مرات ولا 3 راه غيولي يجيك ساهل. بعد ما كتكمل لاشارج ديالك، تنقي البلانه ديالك، تخليش فيها الصباغه باش ما تخلقش لك شي مشكل. كنجي فوق العرق هذا اللي خدمت في الاول، كنعاود كنكرر لي نفس الزواق باش ما نتلفش العرق ديالي. كما قلت لكم كدير واحد 25 سنتيم ولا 20 سنتيم وكتمشي بواحد التموجات باش كيجي على شكل رخام. لاحظوا معايا كنصايب هذوك العروق الكبار هما الاولين، هاد الكبار هما الاولين كنموجهم، عاد كنخلق دوك العريقات الصغار. كما قلت لكم راه في بانو كبير راه غادي يبان الشكل رائع. شوفوا معايا، كنتمنى الشرح نال اعجابكم. ما تنساوش ابوناو معنا في القناه، ضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل الجديد ديالنا. واحد لي جيم الاخوان، راه كتنساو لي جيم الاخوان ولي كومونتير، خلوا لنا التعليقات ديالكم، الاراء ديالكم، شنو بان لكم في الديكور. لاحظتوا شي حاجه، بغيتوا شي تغيير، شي حاجه مرحبا. عندكم شي طلب انكم شاهدتوا شي ديكور، راسلوا معايا في الواتساب خدموا لكم، ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا.
هاد الديكور درتو اليوم راه من المتطلبات ديال المتابعين ديالي، راه كنت لحتو في واحد الريلز في يوتيوب وقالوا لي دير لنا عليه شي فيديو الشرح ديالو كيفاش. المهم الاخوان كما قلت لكم دائما كتخليه يشرب واحد شويه وكدير العريقات الصغار. بالنسبه للعريقات الصغار راه ما تيجيوش يعني بومبيان نتوما الاخوان. كما قلت لكم داكشي كيبقى اختياري، بغيتي تكثر من العريقات الصغار تكثر منهم ماشي مشكل، شوف على حسب انت وشنو تفاهمتي مع ولد الدار، تكون لك ليان وكيفاش كيبغي العروق يبان. المهم انا كنوريك كيف بدا وانت انت لك الاختيار، انت كتولي تفنن انت بالخدمه. لاحظوا معايا الاخوان، كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. الشكل النهائي ديال فيروز هو هذاك اللي حصلنا عليه. ما تنساوناش الاخوان بلي كومونتير ديالكم. شوفوا معنا انا غادي نقرب لكم الصوره كتيجي الخدمه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. كنتمنى الفيديو نال اعجابكم، ما تنساوش لي لايك ديالكم، متابعه ومشاركه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو قادم ان شاء الله، فرجه ممتعه.